يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده بقى نعمل ايه؟ نواشف كده، بس حاجه كده على تفتح الكاوتش النفس. عندك يا شويه مسقعه عسل، والله عسل تحفه، مشطشطه كده وجميله وتاكل. شويه كفته كده مشويه، الريحه بقى ايه، كانت ضاربه في البيت كله، تحفه وطريه كالعاده طبعا. الحمد لله بتطلع تحفه. شويه مكرونه كده، العيال كلها بتحب نوع المكرونه دي، بتكون سهله عليهم قوي وبتبقى تحفه. شوية طحينة بقى وعصير برتقال كده يا سيدي. شايفين الجمال؟ شايفين لمعة الكفتة؟ هقول لكم احنا عملناها ازاي. يلا بينا بقى نبتدي. اول حاجة كان عندي بصراحة بتنجانتين كده. البتنجان الطويل ده هو احلى حاجة فيه ان هو ما بيكونش مبزر، هو صغير بس مش مبزر وحلو بصراحة. ما تستغربوش من حجم البتنجان يا جماعة، عادي. قلت ايه ان شاء الله يعملوا لي كده طبق يعني اليوم، يعني بس يعني ايه، غدوة يوم واحد مش مشكلة، بس والله قعدت. الواحد بيستهون بالحاجة القليلة، بس ما شاء الله بيكون فيها بركة كده يعني ايه، بتكفي وبيزيد كمان، الحمد لله. بس قطعت البتنجانتين كده دول زي ما انتوا شايفين. شوف حلقات بتاعتهم صغيرة ازاي، عسولة. حط بقى شوية ملح كده، نجيبوا بقى ميتهم. تمام، نركنهم على جنب ونحضر بقية ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها في المسقعة. اول حاجة بقى فلفل بقى كده حامي. تمام، انا بحب في المسقعة فلفل اخضر يعني يكون كتير، تديها طعم حلو. وبحب كمان يكون فيها طماطم كده مكعبات. بس الفلفل ده قطعته كده عشان بحب اقليه واحطه كده ايه على الوش مع المسقعة كده، يتاكل بيبقى حلو. نقطع بقى الطماطم كده مكعبات، تبقي ايه، تاخدي اللقمة كده بالفلفل ومكعب كده من الطماطم مع البتنجان، يا سيدي يا سيدي، تطلع خطيرة. تمام، خلاص حضرنا حاجة المسقعة، وزي ما قلت لكم رشيت شوية ملح على البتنجان كده وسبتهم على جنب. تعالوا بقى نشوف عملنا الكفتة ازاي. اول حاجة ببشر كده بصلاية الحجم ده زي ما انتوا شفتوا. تمام، ضربته كويس قوي في الكبة، جزء بحطه بميته. تمام، وبقيت الجزء الاكبر بصفيه كده زي ما انتوا شايفين، انزل منه المية. تمام، يبقى شوية بميته وشوية الاكبر بصفيه. حتة دهنة كده ابشرها عشان هي اللي هتطري لي اللحمة. تمام، ما تكتريش قوي يعني عشان ايه ما تكشش منك كتير يعني. توم طبعا، توم مفروم. عندي ايه تاني؟ حضر بقى النشا، البيكنج باودر. حطيت بتاع 3 معالق كده نشا، 3 معالق كبار. اوكي، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة ممسوحة يعني. اللحمة عندي اهي، ده اكتر من نص كيلو بشوية، يعني ايه، نص كيلو وحتة كده صغيرة، يعني بتاع يمكن كيلو الا ربع او اقل، حاجة بسيطة. تمام كده. مش عارفة انا رحت فين. بحضر بقى ايه، عايزين نعمل الصلصة بتاعة المسقعة زي ما انتوا شايفين كده. حطيت شوية من الزيت، حط بقى توم مفروم. انا مش بحط لها بصل، بعملها بالثوم. توم كده يصفر شوية، احط بقى ايه، شوف هنحط ايه تاني. البهارات كمون وكزبرة وفلفل اسود وملح.
يبقى التوم يصفر كده، بنزل بقى بالتوابل بتاعتي، كمون وكزبره وفلفل اسود وايه والملح، دي بهارات المسقعه. نزلت بقى بايه بالفلفل الاخضر الحامي على التوم، وطشيت بقى بالخل، ما اقولكوش بقى الريح، توم وخل وفلفل اخضر حامي والتوابل. بعد كده نزلت كده بالايه معجون الطماطم، تقليبه بقى مع كل الحاجات دي. اوكي، ننزل بقى بشويه ميه سخنه كده، طبعا عشان معجون الطماطم انا حاطاه في الفريزر، فاسيبه شويه بس يفك. فلفل اسود اهو، وكمان الملح، احط شويه سكر كمان عشان الصلصه، وعشان الخل كمان. هنا اهو نقلي البتنجان بتاعنا. يعني اكتر حاجه بتعجبني في الفلفل قصدي البتنجان الطويل ده ان هو مش مبذر، بيتعمل كله. نزلت بقى زي ما انتم شايفين كده بالطماطم المكعبات. خلاص نسيب الصلصه بتاعتنا ايه مش تتسبك قوي، انا بحب احطها على البتنجان كده واحطها في الفرن، يعني ايه عشان البتنجان يشرب من الصلصه، ما تبقاش الصلصه مثلا ناشفه ومتسبكه كويس، لا. هنا اقطع بقى شويه بقدونس بحب البقدونس قوي مع الكفته. شايفين الجمال، شايفين لون الصلصه عامل ازاي، وقطع بقى الطماطم والفلفل الحامي. ننزل بقى بالبدنجان على طول على الصلصه. بحب احط شويه صلصه كده في الاول في الحاجه اللي هدخلها الفرن، يعني في قاع الصينيه او اي حاجه بقى انت فيها تحطي بقى المسقعه في ايه، حطي شويه من الصلصه الاول بعدين عليهم البدنجان زي ما انتم شايفين كده. حاجه كده يا جماعه تفتح النفس. المسقعه دي راشقه معانا في كل حاجه صراحه، ايا كان الاكل ايه بحب كده، ما عنديش مشكله طبق مسقعه جنب الاكل. وبصراحه بفضل المسقعه اللي هي البلدي دي عن المسقعه اللي هي مثلا بالبشاميل، مش عارفه، بحس ان هي بتاكل اكتر كده، حاجه كده تفتح النفس. شفتوا بقى الفلفل اللي انا مقطعاه بالطول ده بيدي شكل حلو، والطعم كمان تاكليه كده مع المسقعه بيبقى حلو. شايفين؟ بس يا سيدي طبق مسقعه كان خطير والله، خطير ومشطشط بقى، اهم حاجه عندي المسقعه تكون مشطشطه. شايفين؟ تجنن. نرجع بقى ايه للكفته بتاعتنا. بحط ملح وفلفل اسود وايه جوز الطيب. شفتوا ميه البصل بحط عليها برضو فلفل اسود وملح، يعني وانتي بتحطي في الكفته حطي شويه من نفس البهارات في ميه البصل. نبشر بقى جوز الطيب. اوكي، عايزه تحطي بياض بيضه في الكفته حطي، مش عايزه خلاص بياض بيضه ماشي. نكمل بقى ميه البصل دي، احط شويه كاتشب وايه تاني وشويه من الباربيكيو صوص. تمام وبحط زيت. كده مية البصل زي الفل، مية مية. خلاص يبقى حطينا ملح وفلفل وجوز الطيب على مية البصل، وحطيت برضو كاتشب وباربيكيو صوص وشوية من الزيت. اغطيها بقى لما اجي اصبع الكفتة هبقى استعملها. نعجن بقى الكفتة بتاعتنا كويس كويس جدا، اهم حاجة عشان تطلع معاكي طرية كده وحلوة. العجن كويس في الكفتة، ممكن تاخديها كده في الكبة كلها على بعض وتضربيها، بس انا حسيت ان هي مش بتبقى محتاجة، بس عجن كويس كده بالايد وخلاص.
هقول لكم بقى انا عملت ايه هنا في المكرونه. كان عندي البصل المحمر ده اللي هو بتاع الكشري. طب يعني هو حلو، طب انا هستعمله في ايه فضلا من الكشري؟ هستعمله في ايه بيني وبينكو؟ رحت قلت ايه، طب ما انا كده كده عايزه بصل للمكرونه، خلاص انا هستعمل ايه، البصل اللي هو ايه، محمر. تمام. ودي برضو صلصه الكشري، لان انا اصلا بحب المكرونه يكون فيها خل وتوم وبصل. بصراحة بتبقى طعم المكرونة خطير. جربيها كده بالخل والثوم والبصل. حطي بصل اكتر من الثوم، وحطي خل، وحطي بقى كمون وكزبرة وفلفل اسود. جربي بس الصوص المكرونة كده، اللي هي المكرونة مثلا زي ما انت شفتوا العقل دي الصغيرة، جربوها بالطريقة دي بتبقى جميلة. وفي ناس بيحطوا عليها من على الوش البصل المحمر، فانا ليه ما استعملش بقى، استغل بدل ما اقطع بصل وكده وده يترمى، لا حرام. خدته وعملته زي ما قلت لكم كده. وبعدين كمان البصل المحمر ده يديني تسكيرة كده للمكرونة تبقى حلوة. بس سلقت المكرونة وحطيتها كده على الصوص بتاعي، وحطيت طبعا فلفل اخضر اساسي بيخلي المكرونة برضو ريحتها وطعمها خطير. انتي لو ما عندكيش بقى البصل ده طبعا يعني مش شرط تعمليه، انا عملته بس عشان كان موجود عندي، لكن لو مش موجود عندي عادي هضرب بصلة في الكبة تتكرمل شوية، بنزل بقى بالثوم والفلفل الأخضر، وبعد كده احط خل خلاص وكمون وكزبرة وفلفل اسود، وطبعا سكر عشان الصلصة وكده. ده العادي يعني، بحب اعملها كده. تمام. عندي المكرونة خلصت، المسقعة خلصت. تعالوا بقى نجهز اخر حاجة الكفتة، عشان ايه، تكون سخنة كده وما تنشفش منك. ولعلمك حتى لو نشفت معاكي، بصي يعني لو عملتيها من بدري بالطريقة دي برضو مش هتلاقيها ناشفة. في بعض مثلا لما تعملي كفتة وتبرد بتحسي ان هي نشفت كده مش حلوة، لا دي هتفضل معاكي طرية حتى لو هي باردة. عملت فرشة كده للكفتة بتديها طعم حلو وريحة برضو. بصل جوانح، فلفل اخضر، طماطم قطعتها شرايح، يعني ايه، تكون تخينة شوية عشان عايزاها لما اجي اقدمها مع الكفتة تبقى ماسكة نفسها، مش ما تبقاش مهرية. حطيت بقى على الخضار ده ملح وفلفل اسود وسماق وزعتر. خلاص اخلطهم كده كلهم مع بعض. يا سلام، احلى فرشة كده بقى ايه للكفتة. حطي عليها، صبعي الكفتة عليها وشمي بقى الريحة كده مفحفحة بقى ايه في المطبخ، وبتدي طعم للكفتة كمان حلو. هناخد بقى من مية البصل كده ونحاول ايه ان احنا نصبع الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. يعني بطول الصبع شوية عشان ايه، طبيعي هتكش شوية لان فيها دهنة. انا صراحة اسمه ايه البتاع اللي انا بصبع عليه ده، المفرك. المفرك ده بص بيفرغ لي الكفتة ازاي من جوه، تفريغها حلو. ما عندكيش استعملي المسن بتاع السكينة ده اللي بيجي مع طقم السكاكين. هبتدي بقى ان انا احط كده من الصوص بتاع البصل على الوش خلاص، واحط بقى في الفرن. هنا بقى في المرحلة دي بعد ما بيحمر كده بقلبها كده زي ما انتوا شايفين الناحية التانية تاخد وش. وكل ده انا مش مشغلة الفرن، انا يعني حاطة الصينية دي تحت الشواية. انا الشواية بتولع لوحدها والفرن لوحده. تمام. ما ولعتش الفرن خالص، كله تحت الشواية، لان الكفتة لما تغيب في الفرن بتشد معاكي، هي اصلا ما بتاخدش وقت. فتحت الشواية تلاقيها خدت لون زي ما شفتي كده، تقلبيها الناحية التانية تاخد لون برضو. بس شكرا كده، تطلع معاكي طرية وتحفة. وحتى لو بردت بقولك برضو هتطلع طرية معاكي. فحماية بقى واديله. طبعا هنستعمل البصل والفلفل، الفرشة اللي احنا عملناها دي تحطيها كده في الطبق خلاص، وترصي عليها الكفتة، وبعدين تولعي فحماية وغطي بقى لغاية ايه ما نبتدي غرف الباقي ونجهز سفرتنا. وبعد كده ايه نشيل بقى قطعة الفحم دي. وانا بقى هنا مش هسكت،
البهاريز اللي نزلت من الكفتة دي هسيبها؟ لا مش هسيبها طبعا. حطيت على الصوص بتاع البصل، مية البصل اللي احنا كنا عاملينها، حطيت البهاريز اللي نزلت من الكفتة دي عليها وقلبتهم بس، وهلمع بيهم بقى الكفتة كده، بتبقى بقى ايه، بتلمع وشكلها بقى يفتح النفس. خلاص، لان الدهون دي نزلت من الكفتة، ما ترميهاش، حطيها على مية البصل والكاتشب والحاجات دي. وبعد كده عند التقديم ادهني بقى الكفتة بتاعتك بالصوص ده، وشوية بقى بقدونس كده يحلوا بقى الطبق. خطيرة يا جماعة، بصوا بصوا بصوا، تفتح النفس. بس وده كان غدانا بقى النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك. اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.